مرحبا، يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين بالدنيا كلياتها. اليوم وصفتنا المحلاية الشامية على اصولها. محلاية بتتاكل بالصيف، بتتاكل بالشتاء ولجميع المناسبات، وفيها السر تبعها. يعني حاعطيكم بالفيديو السر تبعها، سر المطة مو المستكة، في سر تاني، فخليكم معي للاخر لنشوف كيف طبقناها خطوة بخطوة. لا تنسوا لي اللايك يا حلوين، واللي عم تشوفني اول مرة حبت القناة عجبتها تشترك فيها وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس امرا. نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ. أول شي بنكيل الحليب. عندي أول كيلو، طبعا أنا غالية الحليبات ومبردته. هاي تاني كيلو. بضيف لكل كيلو حليب 3 معالق نشا. هاي وحدة، 2 3، يعني 6 معالق، 4 5، هاي 6. حط لهم ذرتين فانيليا. حط للكيلين حليب نص كاسة سكر، أو انتو على هوا الرغبة، لأنه الفانيليا فيها سكر، وكريمة الشانتيه اللي أنا بدي أضيفها كمان فيها سكر. هاي معلقتين كريمة. هلا المحلاية لازم تدعميها انتي بالدسم، يعني يا بتحطي لها كريمة سائلة يا شانتيه. بدي أضيف حليب بودرة. هاي وحدة. لكل كيلو بدي أحط معلقة ونص. هاي 2، هاي 3. وبضيف لها المستكة، شي 7 حبات مستكة طحنتهم شوي مع شوية سكر. هون شغلنا كلياته على البارد. بارد. والسر تبع المحلاية رح اعطيكم اياه بس يغلي الحليب، خليكم معي. السر يلي ما عم يعطيكم اياه حدا، بيقولوا لك سبب المطة المستكة، لا، في سر سبب المطة بالمحلاية، حتى بيضيف لها نكهة كتير طيبة. شايفين بنحرك على البارد. هلا بنرفعها على الغاز، بس ترفعيه على الغاز بتضلي مستمرة بالتحريك وباتجاه واحد، ولا تعلي الغاز، خليه على الوسط لانه انا ما بدي اياها تلزق بين المحلاية. هلا برفعها على الغاز مع التحريك المستمر. شايفين باتجاه واحد، لا تغيروا الاتجاه. خليكم معي ليغلي الحليب لنشوف شو هو السر. شايفين بلش يغلي الحليب. تعالوا لورجيكم السر. شايفين معلقة شو صغيرة ليكي قد اصبعتي تقريبا. عندي هون سحلب خام، يعني للكيليين الحليب انا بدي احط لهم شوي. شايفين شوية صغيرة، واوعي تحطيها دغري بالحليب، تحطيها بكاسة مي وبتضلي بتحركي فيها ليدوب السحلب، لانه اذا حطيتي السحلب دغري على الحليب كله حيكتر وحتكبي المحلاية. بقى نص كاسة مي هيك، معلقة صغيرة، يعني المعلقة أصغر من معلقة الشاي، نصها، نص المعلقة يلي أصغر من معلقة الشاي. شايفين؟ اوعي بكتل معك ها، نضل نحرك ليدوب منيح. إذا لقيتيه كتير كتل معك بتعيدي الكرة ليطلع هيك قوامه. اوعي لأنه بيكب كل الحليب ها. بسم الله، حركي حركي. تجيبي معك بنتك، جارتك، اي حدا يساعدك بهالحركه، لانه انت عم تحطي السحلب بدك تضلي تحركي هيك وما تاكل كلهم معنا. شايفين
زاد. يعني انتي شوفي المطة، هلا بورجيكم المطة. شوفوا حبايبي، شايفين المطة؟ يا عين، شايفين القوام؟ تعملوا هيك ما انضموا على بعضهم، معناتها النشا تبعها تمام وقوامها كتير تمام ومناسب. هلا بنطفي الغاز وبنحط لها كم قطرة روح الزهر. يعني انت على الهوا ما بتحبي النكهة، بتحبيها زيادة حطي شي 10 نقاط، بتحبيها شوي خفيفة حطي 5 نقاط. انا بحبها كتير الروح الزهر بالمحلاية، فلذلك حطيت 10 نقاط. هلا بنروح نسكبها بقى، وهي المحلاية تبعنا جاهزة. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم، ولا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات عجبتكم ولا لا، وجربوها. يعني كتير 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 طيبة وما حتندموا. شايفين القوام ما أحلاه؟ بقى هذا هو السر، السحلب بيعطيكي نكهة كتير طيبة للمحلاية ومطة ظريفة. هلا هيك بسكب المحلاية وبستناها لتبرد مشان أنا زينها، لأنه بدي زينها بالكريمة، والكريمة إذا حطيتيها فوق المحلاية هي وسخنة بتخرب الكريمة. أنا حبيت زينها يعني على أصولها، حزينها بكريمة ولوز مبشور وفستق مبشور. انتي إذا ما بتحبي المكسرات مثلا أو ما بدك تحطي لها مكسرات، فيك تزينيها بجوز الهند، فيك تزينيها بالبسكوت المبشور. يعني اللي بدك إياه قدميه. المحلاية كيف ما قدمتيها طيبة، المهم انتو أخدتوا خلاصة الفيديو. والسحلب الخام تشتريه من أي بزورية، البزورية اللي بتبيع مثلا بهارات رز معكرونات هيك شغلات. يعني بتقولي لها أعطيني سحلب خام، لا تاخدي من السحلب المنكه بالقرفة أو السحلب اللي منكه بجوز الهند، بس سحلب خام على الحل. ومثل ما قلت لكم بالفيديو شوية صغيرة براس المعلقة، لا تكتروا. وإن شاء الله يا رب هيك تكونوا استفدتوا بهالفيديو. وأنا على هالفيديو بستاهل مليون لايك وبستاهل مليون مشترك، صح يا حلوين؟ وانتوا قدها. يعني الفيديو اللي بتشوفوه بيعجبكم شاركوه بين أحبابكم بين جيرانكم. هيك لهون انتهت وصفتنا، بتمنى تكون عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. بتمنى تجربوها لأنها كتير كتير طيبة ولذيذة وبتنفع لجميع المناسبات عندكم. فبتمنى تكونوا وصلتوا معنا هالوقت هذا، وما نسيتوا اللايك يا حلوين. واللي عم تشوفني أول مرة حبت القناة عجبتها تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس أمرا. بتشرفوا بتنوروا القناة حبيبات قلبي. برحب بالمشتركين الجداد بقول لهم يا ميت أهلا وسهلا فيهم، شرفوا ونوروا القناة، وإن شاء الله القناة تطلع عند حسن ظنكم. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، شكرا لتعليقاتكم اللي كتير حلوة. الله يوفقني ويوفق الجميع ويوفقكم يا رب. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله برعاية الله، وإلى اللقاء.